برنامج أسبوعي يتناول أهم أنباء المحافظات المصرية وأحدث الأخبار العالمية، ويناقش أقوى وأجرأ القضايا والمشكلات الاجتماعية من خلال تقارير الإعلامية منال رمزي. مصر نيوز يقدم أهم التحليلات والملفات الساخنة. للإعلام الدكتور موافي عبد الله. أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين. حلقة النهاردة الحلقة 138. عمر البرنامج في تعداد الحلقات 138. احنا طبعا الحلقة أسبوعية 138، بنطرح بقى نشوف كم شهر يعني وكم سنة. أتمنى من الله عز وجل أن يديم علينا الصحة والعافية وأن نكون عند حسن ظن السادة المشاهدين. حلقة اليوم هتكون عن موضوعات مختلفة محلية والصراعات العامة اللي كل المجتمع حس بيها. أعتقد أن الحلقة دي مش يجب أن أنا أقدم فيها فقرة حول العالم، لأن الوقت كل واحد بيحلل بمزاجه وبراحته، ومهما أقول ومهما نعيد فاللي في دماغه في دماغه. هي موجة وبتعدي طالما أنهم مش مقدرين الظروف أو شايفين الوضع من زاوية تانية، لأنهم معذورين. كل المجتمع المصري معذور لأنه شايف حرب الاقتصادية، حرب الدولار، حرب البترول، الحرب العامة في البلاد كلها في العالم كله. هنتكلم عن الذهب والدولار، عن الأسعار، عن الخبز والتموين، عن الحكومة بوجه عام. هنتكلم عن المشروعات الذاتية ومشروعات الخير. مش عاوز كل شوية نقعد نجمع المشاكل ونتكلم فيها عشان بس الأمور تمشي وربنا ييسرها إن شاء الله. ليه؟ لأن مجلس العالم بيتشكل من جديد، بتعمل مجلس إدارة العالم. وما بقول مجلس إدارة يعني كلنا نعلم أن مجلس إدارة 5 أفراد 7 أفراد 9 أفراد، أعداد فردية. مجلس إدارة العالم لحقت به مصر، يعني مصر طلعت قفزت مرة واحدة هتخش في مجلس إدارة العالم ده إن شاء الله. وقريبا جدا ان شاء الله، انا بقول لكم كلام يعني هتجدوه قريب له حلول باذن الله، مش هنلاقي قاعده اجنبيه في اي دوله عربيه. قريب خالص ان شاء الله. دي كلها نقط بتخلي المستعمر والصهاينه يتربصوا بمصر. كل ما يحصل نجاح اكتر كل ما يهجموا عليك اكتر. ده مقياس احنا يجب نعرفه اكتر يعني. الحرب حاليا على العملة وعلى البترول. مستقبلا يعني أمريكا قالت أن البترول قدامه في الدول الخليج 15 يوم وينفذ. طيب الخير فين؟ في مصر، في الاكتشافات البترولية اللي اكتشفتها جمهورية مصر العربية. هتظل 50 عام. ده كلامهم هم اللي قالوا هذا الكلام. يعني بالتالي الاتجاهات كلها هتيجي، مش عايز أقول ركعة، الكلمة دي صعب أقولها، لكن عايز أقول جت عن طواعية، جت بذكاء وحنكة الإدارة المصرية. ما دخلناش في صراعات، ما عدناش حد، لأن احنا بنعمل المستقبل بقى بالمنظور بتاعهم ده. إذا في مستقبل، فيه علاقات مفتوحة، ما هيبقاش فيه تربصات، ما هيبقاش فيه مشاكل، أقدر أدي وأصدر وأستورد، هيبقى الأمور مرنة، لأن هم محتاجيني باعترافهم، هم محتاجيني. فبالتالي ما عملش عداء من وقتي. أنا هعمل عداء وماشي بعد 5 سنين، طب اللي ورايا ما عملش عداء ليه؟ أنا بصنع لقدام. أنا كرئيس دولة، أنا بتكلم بلسان حاله كرئيس دولة، بعمل لقدام. كل المصريين هيعرفوا هذا الكلام، وبشهادة، مش عايز أقول العدو قبل الحبيب، بشهادة
المستفيد الاول الاكبر امريكا تحديدا، يعني اللي هي بتهيج العالم كله على حكامه. أعزائي المشاهدين، أنا أدرك تماما أن الوقت ليس مناسبا للهجوم على الحكومة. مش مناسب أبدا احنا نتكلم ونقول الحكومة والحكومة. عندي وزراء فاشلين، يعني عندي وزير الأوقاف، عندي وزير التموين، عندي يعني عايز أتكلم بقى في التأمين الصحي والسلبيات اللي موجودة في العلاج اللي بكثرة، لكن مش هو ده اللي الدكتور وصفه. يعني عندنا في التأمين الصحي كل واحد بيروح التأمين الصحي بيرجع بشنطة علاج قد كده، والعلاج ده أصلا ما بياخدوش. مش هو اللي دكتور قرره. مش هقول البديل بالمادة الفعالة، لا مفيش كلام من ده. أنا جربته ده وشفته، عاصرت أكتر من واحد وسعيت إن أجيب لأكتر من واحد، ولقيت إن العلاج البديل مش هو المادة الفعالة، علاج رديء. طيب ليه؟ يعني ما نجيب بكم مليون، مش عايز أقول مليارات عشان ما نخدش الناس، يعني أدوية ونحطها في التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، ونيجي نبص إن الأدوية دي ما بتصفرش عن شيء. عشان أوفر منهم مليون جنيه مثلا، أجيب 10 مليون، أوفر مليون، 9 دول أو ال10 دول ما جابوش نتيجة. الناس بتقول أنا بناخدهم عشان حقنا ما نسيبوش، انتقام، يعني روح انتقامية. أنا مش بشجعها، لكن إحنا مش عايزين نوصل الناس لكده. عايزين نتكلم على الحاجات اللي فيها عائد. التضامن الاجتماعي برضو، أنا يعني أداء الدكتورة نيفين القباش، هي ست محترمة، وكل الوزراء ناس محترمين بلا شك، ناس قيمة وقامة بلا شك، لكن الفشل هنا في الأداء الحكومي. ربما الظروف الاقتصادية برضو تكون مؤثرة، لكن مش بالطريقة دي. لاجي يبقى فيه حلول. يعني ايه مشروع تكافل وكرامة ل 500-600 جنيه وبيقولوا بتصدقوا؟ نعرف فيز كتير جدا مش مفعلة. الموبايل اللي بتاع التليفون اللي بيطلبوه ده، يقول لك اطلب الاداره الاجتماعيه والوحده الاجتماعيه، يقولوا للناس يعني اللي هم اصحاب الفيزا جربوا على الرقم السري. الرقم السري ما بردش خالص. انا نفسي جربته لحالات كتير، يعني كل شهر برد مره او اتنين. يعني الواحد يشعر ده حاجه متعمده. الحاجات دي كلها عاوزه تتعدل. ارجو ورجائي، يعتقد هو مطلب ناس كتير من الشعب المصري، في التعديل الوزاري الجديد، الأوقاف، التموين، التضامن الاجتماعي، التأمين الصحي، أعمى التأمين الصحي، كل دول لازم يتغيروا. لازم يجي ناس تانية أداء كويس. اتكلم على التموين، يعني هسيب التأمين الصحي بإشارة بسيطة اللي قلت عليها، العلاج والتضامن الاجتماعي بتكافل وكرامة، وحاجات تانية في المعاشات برضو. يعني مش وقتها زي ما قلت، مش وقته خالص احنا هنتكلم في حاجة زي كده، لكن بطمح وبأمل ان ده يكون مراعى في التعديل الوزاري الجديد. هؤلاء تحديدا، يعني انا مش بنتقم منهم ولا بقول ان هم يعني أسوأ، لا، ده هم أدائهم بس هو اللي مش موفق. قد يكون الآخر أداؤه موفق. هقول على سبيل المثال وزارة التموين، اللي يعني أنا بنلاحظ كلنا كمصريين، اللي بيركب المترو بلاقي كرسي ومقعد يقول كبار السن، مكان معين كبار السن، حتى في السجل المدني والأحوال المدنية يقول لك شباك مخصص لكبار السن، وهكذا احترام كبار السن. إلا وزارة التموين. مش هقول المعاشات طبعا بحكم العمل كله كبار في السن، ده طبيعة عملها كده. التموين، مخابز العيش اللي بتتحجز ليها من الساعة 9 مساء لحد تاني يوم الساعة 7، لأن السيد الوزير دكتور علي صالحي بجلالة قدره فكر إن ده بريح الناس. لما شغل المكنة الساعة 5:30 يقول لك نقطع نضرب بتاعة البطاقة دي 5:30. طب ليه 5:30؟ ومين اللي هيقوم 5:30؟ لا، قول المخبز اشتغل 5:30 مثلا، وابدأ قطع التذكرة دي أو البطاقة دي 7. قالوا إن هو بيقول عشان المدارس، اللي عايز يروح المدارس، ما أنت عامل 3 أيام، أنا أروح النهاردة يوم وأجيب يومين 3، أجيب الجمعة وأقعد يومين 3، أجيب السبت أجازة، معظم الأماكن أجازة. لا، دي مش حجة دي، لا، ده معاناة للناس، ده انتقام من الناس. اللي بقف على المخابز كلهم كبار السن. ليه كبار السن؟
مع ان ما لهمش. طب ما هو احنا قلنا في احترام للطابور وكبار السن، مفيش احترام خالص. طب ليه كبار السن؟ يعني واحد عنده بنته مثلا عندها 16 17 سنه هينزلها الفجر الساعه 9 بالليل لغايه 10 بالليل؟ ده بيحصل في المخابز، وهنسمع الوقت في التقرير ونقول لو ان مقتضب جدا منه. بحافظ برضه زي ما بقول ان مش وقت يعني محاسبه الحكومه، مش وقته خالص، لكن برضه لازم نقول ان الحكومه اهي مقصره او القطاع ده مقصر. الناس بتقف من 9 مساء والشوارع مكتظه، الواحد بيمشي في الشوارع اللي فيها الافران اكن في جنازه، منتظروا جنازه جايه او جنازه تطلع بعد شويه. حريم ورجاله، ستات كبار ورجاله كبار في السن، مفيش احترام لادميتهم خالص يا دكتور عالم صالح. الناس بتقف طوابير عشان سيادتك عامل المكنه 5:30، يبقوا 5:30 واقفين في الطابور، والطابور حوالي 60 70 واحد حريم ونفس شكله سيدات. الدقهلية فيها 1800 مخبز على مستوى المحافظة. معلوم ان الطن فيه 20 شكارة، والمخبز اللي عنده 20 شكارة بياخد 20 شكارة بيطلع 13200 رغيف يوميا، وده ما بيحصلش. انا ما اعتقدش ابدا، يعني شفت مخابز ومريت وتعمدت اشوف مخابز وجربت ودخلت في المعمعة دي، مفيش مخبز بيطلع يا دوب 8000 بالكتير في اليوم. طبعا في اساليب كتير للمراوغه في الوقت والمكنه خلصت، ما حدش عارف المكنه خلصت ولا لا، حاجات كتير يعني ملهاش لازمه نتكلم فيها. يعني لو قعد حتى يطلع ال 13200 رغيف دول عاوزين على الاقل 4 ساعات، وهو بيخبز بيبدا قطع المكنه 5:30 بيبدا يبيع 6 مثلا، يبقى خلص 10، لا 7 بيكون مخلص. تيجي ازاي؟ لو بيعجن كده بيمسك العجينه ويخبطها في الحيطه ما يلحقش، يعني بالمنطق والحسابات. يعني هنشوف التقرير اللي معانا بيقول ايه. أستاذ محمود، حضرتك كنت بتقترح اقتراح، إيه الاقتراح بتاع حضرتك؟ الاقتراح بتاعي يفتحهم، يدوا تصريح لترخيص مخابز أكتر عشان يعني تخفف الضغط عن المخابز اللي موجودة دلوقتي. تاني حاجة مش هنقدر نقول نزود كمية المسموح لكل فرن، لأن حالة البلد يعني ما تسمحش بكده، ولكن لازم ندور لها على حل. من الحلول اللي احنا برضه بنتكلم فيها ان المسؤولين يدوروا برضه يبحثوا ويشوفوا ويدوا تراخيص للناس اللي هم عاوزين يفتحوا مخابز جديدة، ما فيهاش اي مشكلة، ونخف عن كده برضه نبقى ضمننا ان احنا نخف الضغط عن بعض المخابز. أستاذ عماد رمضان، هل عندك اقتراح للموضوع أزمة الخبز؟ الأول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا بحيي أسرة مصر نيوز على مناقشة هذا الموضوع الهام بخصوص مشكلة توزيع الخبز وازدحام المواطنين أمام المخابز. يعني يمكن بيباتوا قدام المخابز يعني عشان يقدروا ان هم يحصلوا على حصتهم من بعد الساعة 5. فهنا بنيجي نبص نلاقي السيد الرئيس بيوصي براحة المواطن، ولكن بهذه الصورة لا يوجد راحة للمواطن في هذا الجو والصقيع اللي بيتواجد فيه المواطنين امام المخابز والافران عشان ان هم يحصلوا على حصتهم. انا ارى ان هو يجب يعني تأخير مكنة توزيع الخبز، صرف الخبز مثلا إلى الساعة 7، ما تكونش مفتوحة مثلا أن يشتغل الساعة 5 والساعة 4 وكده. بالتالي يبقى في من بعد الساعة وقت الساعة 7 زي البنوك كده، يبقى في تنظيم لكل واحد ياخد دوره، يبقى بالدور. بس الدور هنا من بعد 7، يبقى اللي يجي 8 يلاقي كده، يبقى في يعني إدارة للتوزيع
انما النهارده بيجي يبص تلاقي المواطن جاي الساعه 8 ما بيلاقيش خبز في المخبز فيروح. هنفترض ان واحد تعب ما قدرش يصحى الساعه 7 8، وخاصه ان من يقوم بصرف هذا الخبز هم كبار السن، يعني الابهات والامهات كبار السن. في هذا الجو ده فيعني صعب جدا يعني. استاذ عماد، في اقتراح ان يتم عمل اكشاك لتوزيع الخبز بدلا من ان الناس تكون متواجده امام الافران، ايه رايك في حقيقة؟ هو حضرتك دي احنا بنسميها فصل الانتاج عن التوزيع. هنا انا ببعد المواطن عن الفرن، ولكن انا اتمنى ان مثلا في منطقه معينه وليكن مخبز في شارع مستشفى الصادر، طب ما احنا نعمل كشكين في شارع مستشفى الصادر، لان التوزيع هيخفف الزحام. فبالتالي فكره فصل الانتاج عن التوزيع فكره رائعه، واتمنى من الحكم المحلي دراستها وتنفيذها. محمود، قول لي يا محمود، انت عرفت ان انت كمان بتروح تجيب عيش وبتقولي ما بعرفش اجيب عيش، ايه احكي لي. بص، بالليل بروح بس بكون عاوز انام، يعني ايه مش بعرف اسهر، بلاقي الطابور مليان فبرجع تاني البيت انام. تاني يوم اروح الصبح الساعة 7 الصبح بلاقي كل الناس خدت العيش وخلصته في الاخر مش وما تلاقيش عيش الصبح. وما بتعرفش تجيب عيش، وبالتالي انت مش هتعرف تسهر بالليل زي ما انت بتقول كده. طبعا احنا جايين هنا عشان نبارك لأم أسماء مدام نورة ونقول لها ألف ألف مبروك للافتتاح الجميل اللي هي عملته لنا ده. وبصراحة احنا بنشكر، يعني مش قادرين نقول ولا نعمل جمايلها اللي هي ذوق وأدب واحترام وضمير في الشغل، فاحنا بنجيلها بناء على ضميرها في الشغل وتفاناها فيه. ولو احنا بنفكر نعمل حاجة بنفكر نعمل حاجات وحاجات، لأن هي دايما على طول عندها كل ما هو جديد، إذا كان في الشعر، إذا كان في البشرة، إذا كان في أي شيء يخصنا احنا بالذات الحريم.
فاحنا طبعا جايين هنا نقول لها الف الف مبروك، ويا رب دايما من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم، واحنا طبعا معاها ووراها. انا اسمي حبيبه، وبجد المكان هنا جميل جدا وتحفه، ويا ريت كل زمايلي واصحابي يجوا هنا، ويا ريت كل اللي يشوفنا او يسمع عن مكان غزل الريم هو في سماحه بجد يجي ويجرب. والله المكان تحفه جدا وهيعجبكم قوي. مكان غزل الريم ما شاء الله عليها، الله اكبر، ربنا يحميها ومن نجاح لنجاح. بصراحه انا ما يعني مش عايزه اقول في حقها، لان انا ما فيش حقها بصراحه. ام اسماء حد محترم، حد ثقه، ما شاء الله عليها، الله اكبر، ربنا يحميها. انا جايه النهارده اجامل ام اسماء برسم الحنه، انا برسم حنه، جايه لام اسماء عشان اجاملها محبه في الله. هي انسانه فوق الوصف بصراحه، كل خدماتها عندها هنا هتلاقيها، من الشعر للجسم للبشره للميك اب، كل حاجه ماتيريال ما شاء الله عليها، الله اكبر، ربنا يحميها. ما شاء الله عليك يا ام اسماء، تستاهلي خير الدنيا كله. وانا جاي النهارده اقول لها الف الف مبروك يا ام اسماء، ربنا يوسع عليك يا حبيبه قلبي. مساء الخير، انا جايه ابارك لاختي وحبيبتي ام اسماء. انا مش هقول كلام كتير لان هي غنيه عن التعريف وحبايبها كتير، ربنا يوسع عليها والف الف مبروك يا نوره. ربنا يجعله فتحه خير يا رب عليكي، وتزوديه كمان وكمان، وتبقي اكبر توب واكبر غزل الريم في سمنود كلها وفي الشرق الاوسط كله. انت بجد تستاهليها، ايديك تتلف في حرير، وكفايه ذوقك ومعاملتك وطريقتك واسلوبك اللي بتخلي كل الناس سحره لهم، يعني تخلي كل الناس تجيلك. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي ويوسع رزقك ويرزقك كل الخير يا رب، لانك انت بجد تستاهلي. وعشان الجمال عدى الكلام، جينا مخصوص لمحافظه الغربيه في سمنود في منطقه سماحه، غزل الريم عند مدام نوره. مساء الفل والجمال. مساء الورد على عيونك. فاول ما جيت لقيت الحبايب كتير متجمعين، وكل واحد فيهم عايز يقول كلمه لمدام نوره. بصراحه قالوا فيكي كلام جميل قوي، محبتهم كانت واضحه من حبك انت، يعني قالوا مش عارفه اقول ايه، يعني انت هتشوفي بعد كده في التقرير هم قالوا ايه. تحبي تقولي لهم ايه؟ أنا بشكرهم جدا على حبهم ليا، طبعا الحب قبل الشغل وقبل المصالح، لأن هو الحب والمعروف هو اللي بيديم أي علاقة في الدنيا دي كلها. وطبعا هم كلهم حبايبي، ما أقدرش أقول فيهم إلا إني فعلا بحبهم جدا في الله. ربنا يبارك لهم ويحفظهم، ودايما أكون مسنودة ومدعومة بيهم. أنا نجاحي كله بفضل الله وفضلهم. نحب نعرف في البداية المكان هنا إيه الخدمات اللي بتقدميها في غزل الريم؟ طبعا احنا عندنا المكان هنا فيه 4 أقسام، قسم العناية بالشعر، وقسم العناية بالبشرة، وقسم الميك اب وتجهيز العروسة. بالنسبة للعناية بالشعر وفي كل ما يخص الشعر، من ترميمات وفرد ومعالجة وإزالة قشرة وإنبات وإيقاف تساقط، كل ما يخص الشعر وترتيبات فروة الراس. أما بقى البشرة في بردك مراحل كتير للبشرة، منها التنظيفات، ومنها إزالة البقع، ومنها إزالة الهالات، ومنها تقفيل المسام، ومنها إزالة علامات الشيخوخة. مراحل كتير جدا ترتيبيا يعني. وطبعا أنا مجهزة السنتر بأجهزة عالية جدا، منها أجهزة تنظيفات عالية جدا بروفيشنال، وأجهزة زي إيه الأجهزة اللي موجودة؟ في جهاز التنظيف الهيدرافيشل طبعا 7 مراحل، ومعاه القناع الضوئي، وفيه جهاز لإزالة الندبات ليزر، وفي جهاز ليزر لإزالة البقع، وفي جهاز ليزر لإزالة المسام الواسعة. وكمان البشرة اللي هي بتتأكسد او بتتعرض لعوامل معينه كده من الجو او من منتجات معينه، بننزل برضك الاكسده دي، وبنعمل على نضاره البشره واصلاحها تدريجيا. قسم العروسه طبعا في كل ما يخص العروسه، ميك اب، عنايه بالبشره، عنايه بالشعر، تجهيز العروسه تجهيز كامل من اول ما تخش عندنا لغايه ما تطلع، بنجهزها تجهيز كامل كل ما يخصها يعني. ايه الترميمات اللي بتعمليها علشان خاطر يبقى في رونق وفي شكل جميل للشعر؟ بصي مبدئيا كده لو هنتكلم على بحر الشعر فهو بحر غويط جدا. الترميمات طبعا انا مش هقدر اتكلم عليها تفصيليا لان هي كتير، بتتوقف على نوع الشعر وحالة الشعر والحالة الصحية بتاع الجسم نفسه، مش الشعر بس.
الحاله النفسيه، ترتيبات كتير 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 بتندرج بعدها بقى ايه اللي انت هتستخدميه للشعر. انا اتذكر مره انا كنت جايه لك وكنت جايه اعمل شعري، فانت قلتي لي انا عايزاكي تعملي لي تحليل انيميا الاول. ايوه. فيعني ايه الموضوع ده؟ ايوه، هي الحاله النفسيه والحاله الصحيه بتاثر في الدرجه الاولى على الشعر، على البشره. فانا بحط في اعتباري ان الصحه اساس اي عله في الجسم. فانا بحاول يعني تحفظا على صحه العميله او على سلامه العميله، انا بحب ان انا اشوف الاول التحاليل المطلوبه اللي هي تخص بالشعر وفيتامينات الشعر، عشان انا اقدر اقرر بعد كده ايه اللي ينفعها وايه اللي ما ينفعهاش وايه اللي يلزمها واللي ما يلزمهاش. انا ما اسحبهاش في طريق اللي هي تصرف فيه مبالغ كبيره جدا ويطلع في الاخر بلا فائده لعله معينه انا ما اعرفهاش في الجسم. يعني كنت موجوده ولقيت واحده بتقول لك قصي لي شعري، فانت قلت لها لا مش هقدر اقص في اي يوم، ده انا لازم هقول لك في يوم معين علشان تيجي تقصي شعرك. فهميني كنت تقصدي ايه بالموضوع ده؟ ايوه، احنا اجسامنا بتتوقف على حاله المد والجزر في الكره الارضيه. طبعا المد والجزر اللي هي تحرك السوائل في الكره الارضيه، فبيبقى في ايام معينه كده للمد والجزر في الارض، ده بيتوقف عليها صحه الشعر او صحه نسبه السوائل في الجسم. فانا بحدد الايام بتاع القص على حركه المد والجزر بتاع الكره الارضيه. منهم الثلاث ايام اللي احنا بنسميهم 3 ايام البيض، اللي هم 13 و14 و15 من الشهور العربيه اللي تخصنا. يعني ايه؟ عندنا احنا حالا في شهر رجب، كل سنه وانتم طيبه، في 13 و14 و15 رجب، دول بيفضل فيهم القص. طبعا كل يوم من الايام الثلاثه دول ليه فايده في الجسم او ليه فايده للشعر. في يوم للاطاله، في يوم لايقاف التساقط، وفي يوم لازاله التقصيف وصحه الشعر. ناهيكي بقى ان هو في حالات اصلا بيتوقف نمو الشعر برضك، نرجع للحاله الصحيه بتاع الجسم، بيتوقف نمو الشعر على فيتامينات الجسم، فمهما قصيتي برضك مش توصلي للنتيجه. فالحاله الصحيه بتاع الجسم هي الاساس وهي التوب في اي مقياس لعلاج شعر. هل لسه في حاجه احنا ما اتكلمناش فيها؟ هو في نقط كتير احنا ما اتكلمناش فيها، بس اهم نقطه بقى اللي انا عايزه اوصلها للعميل اللي بيجيني، في عملاء بيجوا بتبقى يعني آلية ان انا اعالج شعر تجميليا بتبقى غير مسموحه نهائي. وليكن في المده المعينه اللي انا لازم اعالج فيها الاول صحيا وبعد كده اعالج تجميليا. فمعظم العملاء بيجوا لا انا عايزه اعالج، فانا عايزه اعالج التجميلي. بيتغاضوا جدا 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 على الجانب الصحي. فبمجرد انت ما بترفضي ان انت تطبقي العميله او تفيديها من ناحيه التجميل، في ناس كتير ممكن تزعل، وفي ناس كتير ممكن تاخد مثلا موقف منك. بس والله انا بعمل الخطوه دي اساسا في المرحله الاولى، يعني مراعاه لصحه الزبون وتقديرا للزبون نفسه. تمام. فانا يعني انا حابه ان انا اقول للزباين اللي بيجوني او العملاء بتوعي ان انا لو رفضت ان انا اطبق لاي حد، فانا برفض سلامه ليه، مش برفض مصالح او برفض اي حاجه تانية. وبس، ودمتم كلكم بالف خير. انا ببارك لبنتي على الخطوه اللي هي خدتها ديت، وربنا يجعلها خطوه خير عليها يا رب وفتحه خير، وربنا يكرمها ويرضيها ويرضى عليها. مركز غزل الريم تحت اداره واشراف الاستاذه نوره محمد عبد الرحيم نور، منطقة سماحة بجوار صيدلية الزيادي. وأنا بشكر جميع كل اللي شكر بنتي وقدرها وجه جميلة في المناسبة اللي هي فيه، ووقف جنبها في المناسبة اللي هي فيه، ونشكرهم ألف شكر، وربنا يراضيهم يا رب ونجملهم في الأفراح. أما بنتكلم عن مشروعات الخير بيتوارد لأذهان البعض أو للغالبية العظمى ناس بتتصدق وناس بترعى بعضهم. يعني أنا برضو ما زلت يعني خارج من الأسعار والغلاء هتكلم برضو فيها، لأن مشروعات الخير بتخفف كتير عن كاهل الدولة في صورة المؤسسات العامة أو الجمعيات أو ما شابه ذلك من لجان زكاة في بنك مصر الاجتماعي، وده شيء يحمد لبنك مصر الاجتماعي اللي بيتبع وزارة التضامن الاجتماعي. مش كل حاجة وحشة يعني، برضو يعني أنا بتكلم اللي لينا واللي علينا. أنا بقول في قصور في أماكن معينة عاوزين نراعي القصور دي، ونكون أو كان الشعب
طلب كتير في النقط دي وما حصلش استجابة أو أي ظرف من الأظرف، كان المفروض المسؤول يتكلم في الحاجات دي ويوضح، ما وضحوش. عشان كده بقول ده فشل إداري. يعني ناس كتير بنشوفها في شهر رمضان بيقبلوا على شراء اللحوم والمكسرات. أنا يعني أماكن مولات كده بتابع برضو، بشوف يعني على المكنة اللي بدي الفيزا بياخد حاجات ب6000 و7000 ب4000 كتير، مش حد لوحده يعني، مش عدد بسيط يعني، كتير بلاقي دي. طيب بلاش كده، في ناس كتير بتجيب لحوم وربنا يزيد الكل ويعني يغنيهم ويعفوهم عن الحرام، بيشتروا كتير جدا جدا، وناس مش لاقيه حاجه خالص خالص. يعني انا باخد عشان معايا فلوس باخد كتير واخزن، وغير اللي معهوش خالص ياكل يومي انا باخد كوته. وشهر رمضان ده اصلا الاصل فيه ان انا احس بالفقير، مش ان انا اخد حق الفقير وعينه عشان ما انزلش بالليل او انام طول اليوم واقوم من النوم افطر وافضل طول اليوم نايم. لا مش كده، انا كده يبقى ملوش لازمه الصيام بقى. المشروعات هنا بتبقى مشروعات خيريه، مدرسه، مستشفى، جمعيه وما شابه ذلك، وحدات غسيل كلوي. ده اللي دعانا نختار قريه، نبدا كل مره ناخد قريه ونشوف عطائها ايه. القرى، الخير في القرى، يعني الناس في القرى بيحسوا ببعض وبيتعاونوا مع بعض. قلنا نشوف قريه من ضمن القرى ونركز عليها وناخدها قدوه بالنسبه لباقي القرى التانية. اخترنا قريه اسمها سامول في مركز المحله الكبرى، محافظه الغربيه. تجولت كاميرا البرنامج هناك ووجدت اكتر من مشروع، بصراحه مشاريع عملاقه كبيره جدا جدا جدا، كان وراها اهل الخير اللي هنسمع يعني اسمائهم فيه او بعض من اسمائهم فيه على عجاله سريعه في التقرير اللي معانا ده. تقرير كبير ومطول يستحق حلقه كامله، وانا قاعدكم ان شاء الله ان هي هتبقى حلقه كامله ان شاء الله. عشان نوصل للصوره دي كان التمن مجهود وتعب سنين. تعبنا وبنينا وعمرنا وكله بايدينا، لكن الشعب هنا كان القرار، والكلمة كانت هي المصير لكل المصريين. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم طارق الشافعي، قرية سامول مركز المحلة الكبرى، عضو مجلس إدارة مستشفى سامول المركزي وأحد أبناء القرية. ما يميز أبناء قرية سامول إن هم مجموعة مجتهدة بتعمل في كل المجالات الخيرية، وإن شاء الله بمشيئة الله يعني لنا بصمات مع العديد من النواب، من أول دكتور كمال، الأستاذ محمود أبو الخير، الأستاذ عبد المحسن أبو الخير، الأستاذ محمد مرعي، الأستاذ حامد جهجة، الأستاذ إبراهيم الديب. على مدار السنوات كلها بيميز قرية سامول إن هي مجتهدة مع كل النواب اللي بيجوا. بالنسبة للمعاهد الأزهرية كانت نقطة الانطلاق مع العميد فوزي أبو ريا رحمة الله عليه، ومع أهالي سامول الشرفاء أيامها الحاج رمضان أو غيره، أو الحاج الشيخ مصطفى جاب الله أو غيره من القائمين آنذاك، حتى لا ننسى أحد وهم كثيرون. كانت نزعة المعاهد الأزهرية ساعدنا فيها رحمة الله عليه الدكتور كمال أبو الخير، ودي كانت أول الوهج للمشاريع الخيرية والجهود الذاتية في قرية سامول. واللي ساعدنا في شهر الجمعية الأستاذ محمود كامل السيد أبو الخير، بدأ معانا في إشهار هذه الجمعية في عام 2002 تحت قيادة المرحوم صبحي حمدي سليمان رئيس مجلس الإدارة الله يرحمه، وبدأنا الجمعية في عام 2002. عمر الجمعية دلوقتي تقريبا 22 سنة، قامت بأعمال جليلة تجاه القرية، بتقوم بأعمال خدمية في مجال الصحة، في مجال البيئة، في مجال المجالات الاجتماعية، رعاية الأسر، كل ده الجمعية بتقوم به لخدمة أهل القرية. بما أننا بنتكلم عن الخير والمشروعات الخيرية، ما ننساش أن في مؤسسات كبيرة عملاقة بترعى مؤسسات وبترعى يعني جمعيات وبتساعد جهات وقطاعات كبيرة في الدولة. منها مؤسسة مصر الخير. مؤسسة مصر الخير يعني ده دعانا ان احنا نديهم يعني احساس ان احنا حاسين بيكم والمجتمع حاسس بيكم.
ده أقل حاجة لازم الإنسان يحسس أخوه الإنسان المؤمن إن هو بيعمل شيء كويس نشير ليه. بادرنا وقابلنا مجلس إدارة المؤسسة مؤسسة مصر الخير، وعملنا معاهم لقاءات موسعة برضو هنذاعها في حلقة خاصة إن شاء الله، هجمع فيها كل المشروعات الخيرية دي وهنذاع كل حاجة على حدة إن شاء الله. لكن كان لنا يعني سبق التكريم باسم البرنامج لمؤسسة مصر الخير بشهادات تقدير متواضعة بدأنا نسلمها لأعضاء مجلس الإدارة، كأن احنا نقول لهم احنا عيونكم شايفينكم، عشان نشجعهم، عشان داخلين على رمضان، داخلين على أشهر وأيام صعبة جدا جدا، بنشد من أزرهم عشان يشدوا حالهم شوية في المجتمع. وكان لنا لقاء التكريم اللي هنشوفه مع حضراتكم ده. بيسعدني بكل فخر وإعزاز كبرنامج مصر نيوز تقديم شهادات تقدير متواضعة للجهاز الإداري لمصر الخير، في مقدمتهم فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة. أسلوب معين، وأيضا التكنولوجي يساعدها الآن في قضايا الديجيتال وقضايا منافذ البيع وقضايا قاعدة البيانات اللي ممكن توجد في هذا المجال. فإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتمم بالخير، وحينئذ ستكون شركة قابضة حتى لو كانت بعيدة عن مصر الخير. نحن بنسعى لفتح جسور التعاون والتنسيق مع المنظمات الآلية على المستوى العربي. مصر الخير يعني التوجه إلى القرى الأكثر احتياجا سواء في مجال التعليم أو الصحة. مصر الخير صاحبة 1068 مدرسة مجتمعية للمتسربين من التعليم على مستوى 10 محافظات. مصر الخير معنية بقطاع مناحي الحياة، يعني كل ما يخص الثقافة والتنمية والقيم والحياة وكل شيء. دور المرأة طبعا دور فعال جدا الحمد لله، يعني احنا بقدر الامكان بنقدر نثبت وجودنا كمرأة. طبعا بالقائدة الجميلة دكتور امل جمال، طبعا انا تلميذتها وبفتخر ان انا تلميذتها. ودور المرأة ظاهر في مؤسسة مصر الخير وفي كل المؤسسات على فكرة يعني. من بين المشروعات الخيرية أيضا المراكز الطبية. اخترنا مركز الأورام جامعة المنصورة من أحد المراكز الطبية في جامعة المنصورة عاصمة الطب كما يطلق عليها. مركز الأورام جامعة المنصورة ده المركز الثاني على مستوى الجمهورية بعد المعهد القومي للأورام. المعهد مركز الأورام أنشأ مبنى آخر لمرضى الأورام. أدعو الله أن يحفظنا وإياكم من شرور هذا المرض، الأمراض السرطانية تحديدا. كان لنا لقاء مع الأستاذ الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام، وإحنا طلبنا يعني من الدكتور وليد النحاس فكرة عن المبنى وعن احتياجات المبنى. الدكتور وليد بيتكلم عن المبنى الجديد، وأنا أدعو حضراتكم وأدعو السادة المشاهدين وكل رجال الأعمال وأهل الخير ان هم ينظروا بعين العطف لهؤلاء المرضى في مركز الأورام جامعة المنصورة. نتابع التقرير. يسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي أستاذ دكتور وليد النحاس، أستاذ جراحة الأورام ومدير مركز الأورام جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، أهلا بحضرتك. دكتور وليد، مركز الأورام حدثت فيه ثورة منذ تولي عهد سيادتكم. يسعدني أني أعرف حقيقة تشييد من إنجازات لهذا المبنى.
هو في الحقيقة أنا هحب أوضح إن إحنا يعني هي أجيال وراء أجيال، كله بيسلم بعضيه، فإحنا بنكمل ما قام به السابقون. يعني دول كلهم كله كان بيسلم الآخر، وكله عمل بصمة، وكله بيكمل الآخر. فهو جايز أنا نائب مدير من 2014 مع الدكتور أحمد ستيت ومع الدكتور محمد حجازي، ثم أنا مدير المركز من سنة 2020. فهو احنا عندنا دايما بنحاول بنشتغل بروح الفريق، مش بتنسب لشخص ولكن لفريق، في فريق إداري كامل بيمثل من الإدارة، ثم الفريق بيسلم الفريق اللي وراه. جايز كان الفترات الأخيرة لإدارة المركز كانوا كلهم جراحين، فكلهم كانوا من قسم واحد، فكله بيسلم الآخر. يعني هتلاقي مش واحد بس تنسب ليه كل الحاجات دي، ولكن هو أجيال بتسلم بعضيها، لأنه كله هدفه ان احنا نعمل تطوير في الخدمات العلاجية لمريض الأورام اللي هو يستحقها. اللي بيقدمه مركز الأورام، وما مدى مشاركة المجتمع المدني معاكم؟ هو في الحقيقة طبعا يعني أنا هقسمها لنقط. هو طبعا نسبة زيادة الأورام هي زيادة نسبة عالمية، مش عندنا بس، ولكن بيقابلها تقدم شديد في طرق العلاج. فطبعا احنا مركز الأورام عندنا هنا عندنا جراحة الأورام، وعندنا طب الأورام اللي بيعالج العلاجات الكيماوية والعلاجات الموجهة، وعندنا أورام الأطفال برضو بتتعالج عندنا، وعندنا أورام الدم، أمراض الدم. فجايز احنا مركز متكامل بنعالج الكبار والصغار، واحنا اللي الناس ما تعرفوش ان احنا 13 دور بسعة سريرية 500 سرير. لأي مستشفى اللي بيشتغل في المجال الطبي يعرف ان ايه دي سعة سريرية كبيرة جدا. نتيجة طبعا الخدمات الطبية بنحاول دايما ان احنا نقدم خدمات طبية متميزة، ودايما بنحاول زي ما العالم ماشي احنا ماشيين. احنا عندنا ابحاث عالميه في جميع الاقسام، وعندنا دكاتره على مستوى عالي لا يقل عن اي حد على مستوى العالم، وعندنا ناس العالم كله يعرفها في المجال، سواء في الجراحه، سواء في طب الاورام، سواء في اورام الدم او علاج الاطفال. فزياده اعداد، كل ما انت بتقدم خدمة طبية كل ما بيجي لك اعداد. احنا النهاردة بيجي لنا في العيادات الخارجية اكتر من 1000 مريض في اليوم. ده مش محافظة الدقهلية بس، ده بيجي لنا من المحافظات المجاورة، سواء من محافظة كفر الشيخ، من دمياط، من الغربية، جزء من الشرقية، ومن جميع محافظات مصر. وده يمثل عبء عليكم برضه. ما هو حضرتك احنا عشان كده احنا بنبني مبنى جديد. جايز المبنى الجديد مكون من 8 ادوار، هيكون في عيادات خارجية، وهيكون في علاج إشعاعي، جاهزين علاج إشعاعي تم فعلا التعاقد عليهم بالفعل. وجايز احنا وصلنا للدور الرابع في المبنى ده، باقي 4 ادوار كخرسانة، وهيبتدي التجهيزات الداخلية. كل ده علشان نقدر نزود الساعة بتاعت المركز، نزود الخدمات. برضو بيلاقي هذا لأن المركز مفتتح سنة 2004، ان احنا بنطور الخدمات السابقة، سواء من بنية تحتية بنحاول ان احنا نعملها على اعلى مستوى. طبعا دي بتتم بمشاركة الدولة مع المجتمع المدني، لان اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان جميع مراكز الاورام على مستوى العالم من غير ظهير مجتمعي مش هتقدر تقدم خدمات. يعني هنلاقي المراكز الكبيرة في العالم سواء جوستاف روسيه، سواء MD أندرسون، كله بيبقى له ظهير مجتمعي بيعمل له سبورت وبيحاول ان هو يدعمه. فاحنا عندنا هنا من رجال الأعمال عندنا حاجات كتيرة جدا تم تطويرها من الدولة ورجال الأعمال مع بعض. عندنا هنا أجهزة كتيرة، وعندنا حاجات اشتريناها على أحدث مستوى بالدولة مع المجتمع المدني. فبالتالي مشاركة المجتمع المدني في الوقت عندنا في مركز الأورام عالية جدا، سواء من رجال الأعمال أو حتى الدكاترة العاملين أو الدكاترة العاملين في مستشفيات أخرى. هنلاقي حاجات كتيرة جدا بيدعموا مركز الأورام ومريض مركز الأورام، لأن احنا بنحاول مريض الأورام يستحق الدعم. مريض الأورام بيبقى عنده حاجات
بتضايقه نفسيا كتيرة. الامور احنا بنحاول ان احنا نخليه في مكان كويس، مكان يقدر ان هو يبقى مستريح وهو بياخد الجلسات بتاعته وهو بيعمل العملية بتاعته. فبالتالي في دعم كتير من المجتمع المدني لمركز الأورام. الرياضة رسول السلام والمحبة ولم الشمل، مبادرة رياضية ثقافية جديدة من نوعها، أطلقت في المملكة العربية السعودية على مستوى الوطن العربي. هذه المبادرة كرتنا ثقافتنا، تلقتها جمهورية مصر العربية بعد تنفيذها في المملكة العربية السعودية بدعوة من الدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمبادرة. ذلك الرجل الذي يمتلك مخططات فكرية كبيرة تمهد للمشاركة في اليوم العالمي للشباب بأمريكا. بعد أن أشادت الدول بالمبادرة دي وبالقائمين عليها الذين رسخوا لثقافة الوعي في تلك المبادرة، هذه المبادرة التي شملت جميع الأعمار من طلائع وشباب ومهارات وبطولات وألعاب فردية ومسرحيات قومية توعوية وما شابه ذلك يعني. وأنا إذ أشكر البرلمان العربي على تكريمه للدكتور جاسم الياقوت على مبادرة كرتنا ثقافتنا، وكان التكريم المشهود من رئيس البرلمان السيد عادل العسومي. أتوجه بالشكر العميق للبرلمان العربي وإدارة البرلمان العربي، موظفين ونواب وقادة، على تواصلهم الدائم وحرصهم الدائم على القضية الفلسطينية. في 15/1/2020 تشرفت بحضور جلسة من جلسات البرلمان، وكان بيتحدث عن القضية الفلسطينية من 2020، وحتى الآن في الجلسة الماضية تشرفت أيضا بحضور هذه الجلسة، وكان حديث البرلمان رغم تغير رئيسه وتولي رئيس آخر عن القضية الفلسطينية. نتابع على عجالة. صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إن التطورات المستمرة والمتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة في غاية الخطورة في ظل مستجدات يشهدها العالم العربي من صراعات وتدخلات خارجية في شؤونه الداخلية، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن القومي العربي. وننبه إلى خطورة هذه التدخلات والمخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية، وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها. ورغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية، تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية للعالم العربي. هو أحد هذه الأيام حيث بدأ البرلمان العربي الدائم ليكون شعاعا من النور وأمل واعدا في مستقبل مشرق تشارك فيه شعوب الأمة العربية حكوماتها في اتخاذ القرار في منظومة العمل العربي. طبعا جلسة اليوم كان جلسة مهمة وهي معالجة ومناقشة القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم التي تقوم به إسرائيل على قطاع غزة. جلسة اليوم جلسة خاصة بالبرلمان العربي في مقر دول الجامعة العربية،
وانطباعي عن هذه الجلسة انطباعات عاطفية أخوية، لأن جميع المتحدثين كانوا يتحدثوا عن أخبار ما يجري الآن في فلسطين من العدوان الصهيوني. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. بكل فخر ان يعني اشعر اليوم وانا اشارك في جلسه البرلمان العربي المنعقده تحت قياده اخي وصديقي معالي الاستاذ عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، واوجه له الشكر والتقدير. طبعا يعني القضيه الفلسطينيه هي قضيه الامه العربيه، والحمد لله يعني البرلمان العربي يتخذ اجراءات كبيره واجراءات قويه في دعم القضيه والتحرك على جميع الوسائل وجميع السبل، سواء بتوفير الاقضيه، سواء دعم، سواء الاطباء، سواء في الدور الاعلامي، فكلها يعني تصب في مصلحه ودعم الشعب الفلسطيني. طبعا انا يعني حضوري اليوم كصاحب مبادره وطنيه باسم المملكه العربيه السعوديه، وهي مبادره الكره ثقافتنا. طبعا هذه الكره ثقافتنا هي عباره عن مزج الانشطه الاجتماعيه والثقافيه والعمل الانساني تحت برامج الكره، ونبعت من المملكة العربية السعودية لأن المملكة العربية السعودية تحمل رسالة المحبة والسلام وفق رؤية المملكة 2030 وبرامج جودة الحياة التي تساهم في يعني إيجاد العيش الرغيد لكل من يقيم في الأرض المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين، وأيضا نشر المحبة والسلام في جميع دول العالم. وتواجدي في المحفل العربي اليوم لهذه المبادرة هي مبادرة المملكة والوطن العربي، ونحن انطلقنا بها إلى العالمية وحزنا على جائزة كتب السلام على مستوى العالم تحت منظمة اليونسكو والأمم المتحدة، وشاركنا في المحافل الدولية لإيصال هذه الرسالة، لأن نحن العرب نحمل رسالة المحبة والسلام، ونحن شعب مسالم نرفض العداوة، نرفض البغضاء، نرفض العنصرية، نرفض كل الأمور التي تسيء نتمسك بمبادئ ديننا الإسلامي، والحمد لله على كل شيء. وهي رسالة جميع الأديان، المحبة والسلام. بالضبط، هي رسالة المحبة والسلام، وهي رسالة الأديان، رسالة الأديان، كل الأديان السماوية بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. بعدين المبادرة يعني موجهة لجميع فئات المجتمع، تستطيع تنفذ في جميع الأوقات، ما لها أي حدود، ممكن تدخلين فيها جميع البرامج اللي تخدم البشرية. في الحلقات القادمة إن شاء الله نتابع العديد من الموضوعات والمبادرات القومية والدولية التي تشهدها مصر، كما نتابع اللقاء الهام مع دكتور سيد مغربي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج ورئيس اتحاد المصريين في دول آسيا الوسطى. البريكس هو مشروع عظيم جدا، او اتفاقيه البريكس وانضمام مصر لاتفاقيه البريكس، هذا يؤسس لشراكه دوليه وخروج مصر من عباءه الضغط من الدولار. مصر تستورد قمح 3 مليون طن من القمح سنويا، 80% من هذا القمح بياتي من روسيا ومن كازاخستان ومن الهند. نبارك جميعا للخلوق المحترم الحاج محمود الدمياطي خطوبة كريمته الأنيسة أسماء، وكان لنا شرف حضور الحفل الذي رصدنا منه هذه اللقطة من خلال الزميلة منال رمزي. مبروك يا جماعة. الأول نتعرف على العروسة والعريس. اسم العروسة؟ أسماء. أحمد. والدة العروسة أكيد صفاء. أهلا وسهلا. الحاج طبعا محمود الدمياطي، ربنا يخليك. احنا النهارده جايين نبارك ليكم، وخاصة ان الحاج محمود الدمياطي يعني من الشخصيات السياسية البارزة، واحنا فعلا يعني جايين بكل حب ان نبارك لكم. النهارده طبعا في مشاعر بتبقى جميله في فتره الخطوبه، طبعا انتوا لسه يا دوبك هتبتدوها. فالاول في البدايه نحب بقى نعرف العريس والعروسه تعرفوا ازاي.
لقاء عادي، تعرف عادي يعني. يعني العائلات تعرف عادي. تمام. طيب يعني اكيد هيبقى في اسس هتمشوا عليها في البدايه وهتحطوا نقط علشان خاطر حياتكم بعد كده تقدر تستمر وتبقى كويسه. هل ده فعلا اللي انتوا هتعملوه؟ طبعا ان شاء الله باذن الله، ربنا يا رب يتمم على خير ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم امين يا رب. طيب يعني ايه الاغاني بقى المفضله اللي ممكن يعني في فتره الخطوبه بقى تسمعوها؟ يعني حب سنين لتامر حسني. يعني اختيار جميل. وانتي بقى؟ مفيش اختيار بعد كده، اغنيه جميله. يعني بتحبي تامر حسني برضه؟ وهتبقي معاه في كل اختياراته؟ يا رب ان شاء الله. يعني هو يقول لك تامر حسني يبقى تامر حسني؟ لا، ما برضه انا بحبه، مش مختاره كده يعني. اهو ده شيء كويس برضه ان احنا نقدر يعني نقرب المسافات مع بعض ان شاء الله. طبعا اجمل حاجه في اليوم ده اي ام بتبقى منتظره اللحظه دي. طبعا. فتحبي النهارده تقولي ايه للعروسه الجميله اسماء؟ الف مبروك يا سموقه يا قمر. الف مبروك يا قلبي، والف مبروك يا احمد يا عسل. ربنا يسعدكم يا رب. الحاج محمود، لو سمحت ممكن النهارده طبعا انت طبعا يعني عندك نصيحه ممكن تقدمها لبنتك، لان في المستقبل اللي جاي هيبقى يعني هو دوت اللي قادم بالنسبه لهم، وعشان يعيشوا حياه يعني هادئه في سلام. اكيد عندك نصيحه تحب تقولها لها، تحب تقول ايه؟ نصيحتي ليهم ان ربنا اولا كده ربنا يوفقهم، ونصيحتي ليهم انهم ياخدوا بالهم من بعض، وكل حاجه هتمشي كويسه ان شاء الله طول ما هم مع بعضهم وايديهم في ايدين بعض ان شاء الله. وباذن الله هنكون معاكم في الزفاف كمان. الف مبروك يا جماعه. اهلا بيك. تحب تقول النهارده ايه للحاج محمود دمياط؟ الف مليون مبروك وربنا يتمم لها على خير، والحاج محمود راجل 100 100 راجل محترم، وربنا يتمم لهم على خير يا رب، ويقبل ليله كريمه. الوكيل الإعلامي الرسمي شركة ميديا فيجن.